يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى عيلة. كل سنة وانتوا طيبين، ورمضان مبارك عليكم يا حبايبي. ربنا يعود علينا الأيام بالفرح والخير والهنا والبركات كل سنة واحنا عيلة مع بعض. وعايزة أقول لكم أنا بحبكم كتير. ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتقول ايه. عايزة اتجوزك، جملة سمعتها وعقلها مصدقهاش. مين اللي عاوز يتجوزها؟ اللي خاطفها رسمت ابتسامة سخرية وحركت راسها بنفي وقالت عايز تتجوزني؟ انت خاطفني هنا وحابسني. انا ما بحبكش. البني ادم الوحيد اللي حبيته مات، بجد مات. انا ما زدكيش يا رسل، لان اتاكدت انه مستحيل يكون لك ذنب في اللي عملوه اهلك. مجدي حاول يبيعك مره عشان مصلحته، ومش بعد يكررها تاني وتالت وعاشر. اللي باع قلبه للشيطان ما يعرفش لا ضمير ولا رحمه. انا لو اضمن انك هتبقي في امان لو رجعتك. صدقيني اقسم لك مستعد ارجعك دلوقتي حالا. رسل، جوازنا مش هيبقى اكتر من حبر على ورق، ورقه تمنع مجدي من انه يحاول يلعب بيكي. فكري يا رسل، انا هسيب لك مهله لحد بالليل، واللي انت عايزاه انا هعمله. امن مكانه راح ناحيه باب الغرفه، سمع صوتها بتساله بقلق: هي نجلاء فين؟ مش سامع صوتها. سافرت تشوف ولادها وهترجع قريب، عن اذنك. فتح باب الغرفه وخرج بهدوء. وتاني يوم صحت وتر الصبح على صوت البياعين. اتقفقفت وحطت المخدة على راسها. اوف، امتى هينتهي العذاب ده؟ ومفيش فايدة، الازعاج مستمر. قامت بقلق وقعت عينيها على الساعة، فالساعة لسه 9. دخلت الحمام وخرجت غيرت هدومها عشان تروح جامعتها. خرجت من غرفتها لقت والدتها داخلة من باب البيت. ابتسمت فتحية وقالت لها: وتر، استني يا بنتي، مش هتفطري ولا ايه؟ وتر بجفاء: لا شكرا، هبقى اكل في الجامعة، عن اذنك. ابعدي من طريق جبران خالص يا وتر. ابتسمت بسخرية بدون اجابة واتحركت ونزلت. ظهر قدامها فجأة وقال بسماجة: يا صباح الفل. ايه الزبادي رايح فين الصبح كده؟ اتنفست بعنف وقالت بلا مبالاة: رايحة جامعتي، ممكن تعديني لو سمحت؟ رفع حاجبه بدهشة وابتسم بسخرية وفتح لها الطريق تتحرك، وهمس لها بمكر خبيث. فاضل على الحلو تكة. وصلت الجامعة، فتحت دفتر صغير، بصت فيه على تحديات قديمة عملتها مع نفسها وأصرت على النجاح فيها. مسكت قلم وكتبت: التحدي الجديد، جبران. هي بتدرس في قسم بيهتم بعلم النفس ودواخل الذات البشرية. قسم اختارته لأنها مهتمة بعلم النفس وخاصة علم الجريمة. هدفها تكون دكتورة نفسية. رسمت دايرة كبيرة على اسم جبران. لغز شخصيته أثار فضولها: هو شخص مصاب بانفصام، ولا شخص نرجسي بيحب يتكلم عن نفسه وبيتفخر بإنجازاته، ولا شخص متناقض بيبيع المخدرات وبيرفض يبيعها لولاد حتته؟ معادلة مش فاهماها، لكنه فعلا مصاب بانفصام في الشخصية. شافها طارق من بعيد، رسم ابتسامة مكر وقرب منها. سمعت أمل صوت خبط على باب البيت وفتحت الباب. لقت قدامها طفل صغير من أطفال الحي، كان ماسك في يده شنطة هدايا. عايز ايه يا حماتة؟ طنط أمل، عمو حسن بيقولك إنه بيرمي التماسي وبعتلك دي. الولد ساب الشنطة ونزل. فضلت تنده عليه ولكنه ملتفتش ليها. قفلت الباب وفتحت الشنطة، لقت فيها شوكولاتة ودبدوب وأكياس تسالي. ابتسمت بسخرية. معقول بيظن إن بهدايا السخيفة دي هيقدر يشتري موافقتي؟ رمت الشنطة بعيد وقعدت على الكنبة بغيظ. سمعوا صوت الباب مرة تانية. اتقفقفت بضيق وقامت من مكانها وقالت بغيظ: أوف، مش هنخلص بقى؟ بعد ايه المرة دي؟ لب وسداني. فتحت شراعة الباب، لقت حسن قدامها وبيقول: صباح الفل يا فل. انا قلت اطلع اطمن على خطيبتي وبعدين ما تفتحي
هتسيبي خطيبك واقف بره كده؟ دي الأصول برضه يا بنت الأصول. استفزتها كلمة خطيبتي فقالت بحدة: جاك خبطة في نافوخك، يمكن تحس يا بعيد. بقولك ما بطقكش تقولي خطيبك؟ انت فاكر بهداك الرخيصة دي ان هوافق على الجواز منك؟ رمى السيجارة اللي في ايده وقرب منها وقال لها بحدة: تعرفي ان انا اقدر دلوقتي اكسر الباب اللي انت مستخبية وراه ده واجيبك من شعرك واكتب عليكي، سواء برضاكي او غصب عنك، واوصلك لسانك يا مراتي يا حلوة، فابلعيه احسن ما بلعهولك انا. خافت من نبرة التهديد المخيفة اللي كانت في صوته، ولكنها فضلت واقفة ثابتة بتحاول ما تبينش، لكن غصب عنها ارتعش صوتها وقالت بهدوء: يا حسن أرجوك افهمني، أنا حاولت أتكلم معاك كتير بالعقل وأنت رافض حتى تسمعني. أنا مش عايزة أتجوز، على الأقل مش دلوقتي. أنا هكمل تعليم واشتغل وأعيش حياتي برا الحارة، عايزة أحقق أحلامي. صدقني في بنات كتير يتمنوا إنك تشاور لهم حتى، أنا لأ. أرجوك افهمني بقى. رسم ابتسامة صغيرة. آخر الشهر يا أمل، ما تنسيش تجيبي بيجامة الفرح على ذوقك. سلام يا حبيبتي. اتحرك ونزل وسابها في السهول. وتر انتهت من محاضراتها وراحت على كافيتيريا الجامعة، وشوية ولقت اللي واقفة قدامها وبتقول لها: أهلا أهلا بوتر هانم الدالي، بنت سفيان الدالي النصاب الحرامي اللي خد من البنك مليارات وهرب برا البلد ورماكي هنا يا حرام. يا ترى بقى يا وتر بتمسحي سلالم ولا بتغسلي عربيات عشان تصرفي على نفسك زي الأفلام؟ وتر بنظرة مش مائزة وقالت لها: بليز يا ماهي، شغل التعابين ده قديم قوي. أنا عارفة إنك بتكرهيني وجايز أنا كمان مش بطيئك. كل اللي بتعمليه ده علشان تحاولي ترضي غرورك المريض إنك انتصرت عليا، لأنك عارفة من جواكي إن أحسن منك في كل حاجة. ولو زي ما بتقولي كده بابا حرامي ونصاب، كانت الصحافة والسوشيال ميديا اتقلبت. بطلي فبركة أخبار يا حبيبتي عشان تلمي بيها لايكات. أخدت نضارتها الشمسية وحطتها فوق عينيها واتحركت. سمعت اللي بينادي بلهفة: وتر استني يا وتر. وقفت مكانها. لا طارق بيقول لها: كويس إني لحقتك، أنا عامل حفل بإذن الله بعد ما أرجع من السفر، وإنت لازم تكوني أول الحضور. إنت لازم تيجي يا وتر، صدقيني مش هعمل أي أعذار مهما كانت. أكيد حاجي، ابعتلي رسالة باليوم والمكان وأنا حاجي طبعا، عن إذنك عشان ما تأخرش. ودعها بابتسامة، ولما مشيت قربت ماهي منه وهمست له بحقد: طارق انت لازم تاخد لي حقي من البنت دي. انا ماهي هانم، حتة بنت زي دي تهزقني؟ ما تقلقيش يا بيبي، الحفلة قربت، هي يا دوب نقطتين في اي كوباية عصير ومش هتضرب الدنيا، وكاميرا حلوة كده في أوضة نوم توثق اللحظة الجميلة، وسفيان بنت وفلوسهم هيبقوا بين ايديا. رجعت وتر الحارة، وصلت الفرشة الصغيرة بتاعت الخضار. ابتسمت والدتها لما شافتها، اتنهدت وتر بتعب بتبص حواليها وحاسة بإنها غريبة وسطيهم. والدتها سألتها: عملت ايه في كليتك؟ هات المفتاح لو مش هتطلعي، عشان أنا تعبانة وعايزة أنام. اديتها فتحية المفتاح ولسه وتر هتقوم، فقالت فتحية بلهفة: وتر خليكي معلش يا حبيبتي قاعدة جنب الفرشة 5 دقايق، ما تبيعيش حاجة. أنا بس هتفق مع الواد برعي اللي بيجيب من التجار إنه يجيب لي مع بكرة ملوخية علشان خلصت. ما فهمتش حرف من اللي والدتها قالته، ولكنها هزت راسها بإيجاب وفضلت مكانها تبص على الخضار وبتسأل نفسها إزاي قدرت والدتها إنها تعيش بالفلوس البسيطة اللي بتجيبها من الفرشة دي. سمعت صوت واحدة ست مزعج: بقولك يا حبيبتي، أمال فين الست فتحية؟ بقولك يا حبيبتي، عايز ربطة شبت وربطة بقدونس وربطة كزبرة علشان المحشي، بس استنضفي كده، ما تجيبيش حاجة وراها أصفر. بصت للست ووقف عقلها للحظات، كانت هتقولها تنتظر والدتها، لكن هو ظهر قدامها من جديد وقال لها بسخرية: ايه ده؟ معقولة بنت الزوات
بقت بتبيع بنفسها. ده أنا هشتري بقى الفرشة كلها عشان عيون الست فتحية. الست بخلاعة. ازيك يا معلم؟ الله صحيح يا معلم، سمعت عن المرض الجديد اللي ظهر في الصين، بيقولوا اسمه كورونا. الواد محمود قال لي اسمه بس نسيته يا اخويا. كورونا يا ولية؟ دي كلها اشاعات، انت بتصدقها ولا ايه؟ ليه يا معلم؟ الخبر حقيقي. اصل بعيد عنا كده وعن السامعين، الصين دول عالم معفنة، دول بياكلوا فيران وخفافيش. والله. بيقولوا ايه بقى تاني؟ قال ايه؟ البتاع ده هو اللي اسمه الفيروس، بيقف على السطوح الصلبة. انا سمعتها كده في التلفزيون. طب انت خايفة ليه من الكورونا؟ دي الكورونا هي اللي تخاف منك يا ولية. ضحكت بمرقعة ووقاحة، فبصت لهم وتر بإشمئزاز، وجت فتحية فقامت وتر بسرعة واتجهت ناحية بيت أمل عشان تبلغها بخطتها اللي فكرت فيها الليل بطوله. وزي ما وعد وفى، سابها النهار بالكامل تفكر وتصارع ذكريات الماضي وشعور الألم ومرارة الفقد وحرة القلب خلوها توافق. مفيش قدامها اختيار غير كده. اتنهدت بعمق لما سمعوا صوت دقات على باب الغرفة. رسمت ابتسامة سخرية قبل ما تسمح له، واتنهدت بعمق تستعد للي جاي. سمحت له بالدخول. سمعت خطواته بيقرب منها، وقبل ما ينطق هو قالت هي بمرارة: أنا موافقة أتجوزك، بس زي ما قلتلي جوازنا مش هيبقى أكتر من حبر على ورق. وافق بسرعة من غير تردد، وقرب منها يمسك إيديها. سحبت إيديها وقالت: هديتك، انت لسه ما تعرفيش المكان، المأذون بره. وسعت عينيها بدهشة. كان عارف إنها هتوافق، ما كانش لها خيار تاني. ولكن ازاي الموضوع هيتم بالسرعة دي؟ ارتجف جسمها، فلاحظ ارتجافها ده وقال لها بهدوء: أنا مش بغصب عليكي، صدقني لو مش عايزة ارفضي، اللي انت عايزاه أنا هعمله. اتنهدت بقلق، ولكنها وافقت واتحركت معاه، وخرجت قعدت في صمت. اتحرك هو يعقد قرانه عليها، وبعد شوية هتبقى زوجته. بقت مراته في دقايق معدودة. وبعد ما المأذون مشي: تحبي تتمشي على البحر شوية؟ وسعت عينيها بدهشة. هو ماله كده؟ بقى بيعملها بطريقة أحسن من الأول، وبقى ليه حنين عليها كده. هزت راسها بصمت، مسك ايدها واخدها مشي بيها على البحر. وقفت قدامه تبتسم بحزن. اتنهد بعمق وقرب منها وقال بهدوء: خليكي مكانك، هجيب لك جاكيت عشان الجو برد. ورجع على طول. كانت هترفض، ولكنه مشي بسرعة. نزل دموعها من عينيها. كانت محتاجة الحنان ده من بجد. كانت عاوزة تحضنه ولو لمرة واحدة. في شقة أمل قاعدة مع وتر اللي كانت بتقنعها بخطتها، وإنها لازم تحط حد للبلطجي ده. اتنهدت بقوة: يا أمل مش هيحصل حاجة، مش هيقدر يأذي لباباكي ولا مامتك، وزياد معانا. حسن والبلطجي التاني ده ممشين كلامهم ولا كأنه أمر إلهي. دول عالم مجانين. معلش سامحيني لو هضايقك بكلامي، بس أنا بصراحة ما كنتش فاكراكي كده خالص. أنا كنت فاكراكي بنت راجل غني ومتدلعة وشايفة نفسك وبصل للناس بقرف، يعني من لبسك وطريقة كلامك مع جبران في الحتة تحت. رسمت وتر ابتسامة باهتة. على فكرة بقى، كل الناس بتفكرني كده مع أول وتاني معاملة لينا. أنا عارفة إن ستايل لبس غريب، بس ده ما يمنعش إن مش شخصية مستهترة ومش شخصية جد قوي يعني. أمل بصت لها باستغراب. أنا قصدي إن ستايل لبسي هو الستايل المنتشر في البيئة اللي كنت عايشة فيها، وقصدي برضو إن بعرف أبقى إمتى وتر هانم المدلعة بنت الناس الأغنياء، وإمتى بقى زي ما أنت شايفة كده. أنا على فكرة بحب علم النفس جدا، ومتفوقة في دراستي جدا، وأحيانا كتيرة بنزل تدريب في مستشفيات تبع أصحاب بابي. صدق اللي قال: تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ يبقى لأ ما تعرفوش. خلاص
انا موافقة على خطتك، كلمي زياد وربنا يستر وهو يوافق. ابتسمت وتر بحماس ومسكت تليفونها تطلب رقم زياد، وفتحت مكبر الصوت ولحظات ورد. أنسة وتر، كويس، أنا كنت لسه هكلمك. أنا لقيت لك شقة كويسة في منطقة محترمة. تعبتك معايا والله يا زياد باشا، بس سامحني بقى معلش، أنا غيرت رأيي. المكان هنا مش بطال، بس محتاج تتعود عليه. أنا طالبة من حضرتك خدمة تانية لو ينفع يعني. زياد بدون تردد، طبعا ينفع، اتفضلي. يا ترى وتر ناوية تطلب ايه من زياد؟ ده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية. تابعونا يا أحلى عيلة.